السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ هنتكلم في فيديو النهارده عن الفرق بين السكوتر والموتوسيكل، لان في ناس كتير بتحتار تشتري موتوسيكل ولا سكوتر، ولو اختار حاجه فيهم وطلع الاختيار غلط ومش مناسب هيخسر فلوس كتير. فهنوضح في فيديو النهارده ايه اهم الفروقات ما بين الموتوسيكل والسكوتر، وايهما افضل ليك عشان لو حابب تشتري تاخد القرار بشكل صحيح. ده اللي هنوضحه في فيديو النهارده. اولا حابب اشكر كل اللي كتب لي تعليق ايجابي او كلمه حلوه وبيشجعني اني اكمل. بحبكم في الله، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. علشان ما اطولش عليكم ما تنساش تصلي على الحبيب محمد وتدعو لاخواتنا، ويلا بينا نبدا الفيديو. مراجعه النهارده هتكون عن الاسكوترات من بدايه من 150 ل 200 سي، وبالنسبه للموتوسيكلات من بدايه ال 150 ل 250 سي، عشان لو اعلى من كده هيبقى فرق السعر الشاسع ما بين الاتنين. اولا الموتور يا عزيزي في الموتوسيكل بيبقى موتور مانوال، يعني بتدي غيارات، وده طبعا بيختلف عن السكوتر، لان السكوتر بيبقى اوتوماتيك. اول ما بتمسك مبض البنزين وتزود بيبدا السكوتر يتحرك. وده بينقلنا لنقطه مهمه، لو انت شخص بيتنقل كتير وما بيحبش يدوش نفسه بالغيارات ويطلع وينزل بالغيار خصوصا في الزحمه، فالسكوتر هيكون الخيار الامثل ليك. لان السكوتر انت ايدك على مقبض البنزين بتزود بيعلي السرعه معاك، بتقلل البنزين بيبدا ينزل معاك السرعه، فهيبقى كويس جدا حتى في الزحمه. فطبعا السكوتر هيديك راحه كبيره في القياده على الطريق، لان تركيزك كله بيبقى على السواقه وبس. ننتقل لنقطه الصفر. لما نيجي لنقطه السفر هنلاقي الموتوسيكل هو اللي بيتفوق في النقطه دي، لان الموتوسيكل اسرع واثبت على الطريق فهيديك اداء افضل. لان السكوتر اول ما بيبدا يطلع على السرعات العاليه هتلاقي السكوتر مش اثبت حاجه على الطريق، خصوصا على المناورات. الموتوسيكل في المناورات وخصوصا على السرعات العاليه بيكون افضل وهيديك توازن اعلى من السكوتر. نيجي للمطبات والطرق الغير ممهده، برضه النقطه ديت الموتوسيكل هيتفوق فيها، لان الموتوسيكل الجنوب بتاعته اعرض واكبر والمساعدين بتكون اقوى عن مساعدين السكوتر، لان السكوتر بيكون الجنود بتاعته صغيره ومش عريضه، وبرضه المساعدين بتكون مش اقوى حاجه، فبيكون الموضوع مرهق شويه. ننتقل للراكب الخلفي والتحميل في الاثنين. لو جينا لنقطه الراكب، او لو هتاخد حاجه وراك على السكوتر او الموتوسيكل هتلاقي الموتوسيكل بيديك ثبات اكتر، لان وزن الموتوسيكل موزع على البادي كله. لكن في السكوتر الوزن الاكبر في الجزء الخلفي، فلو اخدت وراك واحد او اتنين او حملت عليه حاجه تقيله وراك شويه هتلاقي مفيش توازن، وهتلاقي السكوتر عايم من قدام، فمش هيبقى امن حاجه في القياده. ننتقل لاهم حاجه وهي الامان. بالنسبه للسكوتر هتلاقي وضعيه الجلوس امان اكتر، لان رجليك بتبقى جوه السكوتر ومحميه من اي خبطات. خلاف الموتوسيكل لو حصل حاجه لا قدر الله وقعت بالموتوسيكل، اول حاجه بتتضرر فيك هي رجليك، لانها ما بتبقاش في حاجه بتحميها. لكن في السكوتر لو لا قدر الله جيت هتقع بيه ممكن تسيب السكوتر وتنط من عليه، لان رجليك مفيش حاجه مأيداها. ده غير لو انت بتاخد السكوتر وبتروح بيه الشغل وعايز تحافظ على الهدوم اللي انت لابسها، فالسكوتر هيكسب، لان رجليك بتبقى محميه بعيد عن الاتربه او الميه اللي ممكن تقابلك على الطريق. خلاف الموتوسيكل اي اتربه مقابلاك او ميه بتخبط في رجلك على طول فبتبهدلك، فالسكوتر هيكسب في النقطه دي. ننتقل لوضعيه الجلوس. لو جينا لوضعيه الجلوس هتلاقي السكوتر هنا قعدته مريحه، خصوصا ان انت ما بتشغلش بالك باي حاجه، هو مقبض البنزين والطريق وبس. لكن في الموتوسيكل انت بتبقى مكفي على الجدون، وايدك ورجليك شغالين ما بين بنزين ودبرياج ونقل الغيارات وفرامل واخرهم عينيك على الطريق، فيعتبر جسمك كله شغال طول ما انت راكب الموتوسيكل. فالسكوتر برضه هيكسب في النقطه دي. ننتقل لاهم حاجه وهي المصاريف في الاثنين. لو جينا لاستهلاك الموتوسيكل هتلاقي الموتوسيكل بيبدا من 30 لحد 50 كيلو في اللتر الواحد، لكن لو جينا في السكوتر هتلاقي بيبدا من 25 ل 30 كيلو في اللتر الواحد. فطبعا هنا الموتوسيكل هيكون موفر اكتر في البنزين، لان هتاخد عدد كيلوهات اكبر بسحب بنزين اقل. ننتقل لقطع الغيار. قطع الغيار في الاثنين يعتبر متقاربين جدا في النتيجه، لان قطع غيارهم متوفره، فسواء معاك موتوسيكل او سكوتر هتلاقي ليهم قطع الغيار، فالاثنين متعادلين في النقطه دي. نيجي بقى للنقطه الاهم في الموضوع، انصحك بايه في الاثنين لو انت حابب تشتري. لو انت شخص هتشتغل عشان تزود دخلك او هتجيبه عشان بتسافر كتير هيكون الموتوسيكل احسن معاك، لان هيديك اداء افضل في الشغل والسفر وتوازن واستقرار افضل من السكوتر. لكن لو انت الشخص هتجيبه علشان تروح بيه الشغل او مشاوير بسيطه زي مشاوير البيت، او انت طالب جامعي هتروح بيه الجامعه بتاعتك، فهيكون السكوتر الخيار الامثل، لان السكوتر بيستهدف الاشخاص اللي ما بيحبوش الدوشه، يركب يشغل يمشي على طول، وبيكون مشاويرهم بسيطه او منتظمه كل يوم. ننتقل بقى لنقطه السعر. لو جينا بصينا لسعر الموتوسيكل، فمثلا انا هشتري موتوسيكل بسعر 50,000 جنيه بمواصفات معينه، وجينا بصينا على السكوتر بنفس المواصفات اللي احنا عايزينها، هنلاقي السكوتر اغلى هتلاقيه من 60 ل 65,000 جنيه على الاقل، فكده في فرق من 10 ل 15,000 جنيه
اتنين ما بين السكوتر والموتوسيكل بنفس المواصفات. كده انا وضحت لك الفرق ما بين السكوتر والموتوسيكل في المواصفات وفي الاستخدامات، فهتقدر تحدد ايه الانسب ليه. وبس كده، ودي كل حاجة كانت في فيديو النهاردة. اتمنى الفيديو يكون نال اعجابكم، ولو عندك اي استفسار او طلب اكتب لي في التعليقات. ما تنساش اللايك والاشتراك. دمتم في امان الله.